أمس الحاجة إلى هذه الصورة المغاربية الموحدة التي تنتفي فيها الحدود وتنتفي فيها هذا الانتماء الضيق الجغرافي الذي كرس بعدنا وهذه الجفوة بيننا. والحمد لله أن هناك الشعر الذي استعمله الدكتور عبد الباكر والدكتور عبد السلام فيزاتي والقائمين على هذه الجامعة الذين يعني وجهت لهم تحية عبر أمواج تأثير إذاعة الثقافية التونسية، وأشدت بهذا المجهود ويعني اسما فشكرا للمغرب الشقيق وشكرا لجامعة أغادير وهذه الوجوه النيرة. وأقول لكم أنتم محظوظون، أحمد الله، أنتم محظوظون بهذه الأماكن، هذا المكان. أنا كنت أتمنى في حياتي أن أجلس بينكم لو أسعفتني الظروف ولو أسعفتني المسافة ولو كانت أمي شجاعة ولم تخف علي، لأني أسكن في الشمال أبعد عن العاصمة 160 كيلومتر، وهي كيف ترسل ابنتها ابنة البدوي رحمه الله لتدرس بعيدا عنها، فكان هذا العار. وبقي حلما، يعني بقي هذا الحلم دائما يبكيني، ولكن حين أرى يعني هذه الناشئة تصل وتحقق أرى نفسي فيكم، فوفقكم الله وبوركتم بهؤلاء الأساتذة. وأنا أشكر العديد من الطلبة الذين راسلوني وأعذروني عن الأسماء لا أتذكر. أنتم تحبون أساتذتكم وتجلونهم، وسيوفقكم الله لأنكم بررة، فهؤلاء بمثابة الوالدين. شكرا لكم.